أعزائي مشاهدي ومتابعي جريدة وقناة الوطن الدولية نيوز، أهلا ومرحبا بكم اليوم من داخل نادي الأسطول البحري بالإسكندرية بمهرجان جائزة الإبداع الرياضي الذي ينظمه المهندس نبيل ياقوت رئيس مجلس إدارة شركة جولدن تيم. اليوم معنا لاعبين ورؤساء وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والمجتمع المدني. ابقوا معنا. من داخل نادي الأسطول البحري بحفل جائزة الإبداع الرياضي. شرفنا اليوم سيادة اللواء جمال رشاد مدير السياحة والمصايف بالإسكندرية. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بيك. طبعا حضرتك اليوم بالحفل والتكريم. طبعا الحفل مهم جدا علشان الأبطال الرياضيين يشعروا ويحسوا إن المجتمع بيكرمهم وبيحتفل بيهم. ده بيدي لهم طاقة أكبر إن هم يعني يواصلوا طريق النجاح والتميز. اسكندرية حظها حلو لأن فيها أكتر من بطل زي ما شفنا جوه في هذا الحفل اللي حضروا قامات ورموز المجتمع السكندري. فيها أبطال من مختلف الألعاب الجماعية والألعاب الفردية. أنا سعيد جدا طبعا بصفتي مسؤول عن شواطئ اسكندرية إن احنا ساهمنا بجزء من تأهيل بعض الابطال الرياضيين وعامه المجتمع السكندري الشباب. ادينا له فرصه ان هو يمارس الرياضه على شواطئ اسكندريه، وده كان بموافقه من سياده اللواء محمد شريف محافظ اسكندريه اللي بنشكره على هذه المبادره. احنا عندنا دلوقتي كره القدم الشاطئيه، كره الطايره الشاطئيه، ودول اقاموا بعض المنافسات الرياضيه والبطولات على ملاعب بعض الشواطئ. وعندنا برضو لعبة الراكت اللي اللعبة السكندرية اللي قبل ما تنقرض كنا قدرنا ان احنا نجمعها. وعندنا 4 أكاديميات للراكت. الحمد لله احنا بنحاول ان الشواطئ ما تبقاش للاستحمام فقط، تبقى برضو لممارسة الرياضة، وده بيخلق جيل جديد من الشباب اللي بيعشق الرياضة ومن اللياقة البدنية يقدر ان هو يوظف نفسه بقى او يوجه نفسه لأي بطولة رياضية او لعبة رياضية ينبغ فيها. والحمد لله قدرنا بشكل كبير ان احنا نحافظ على بعض الألعاب بدل ما تنقرض وتندثر، ان احنا رجعناها تاني على ملاعبنا. الإدارة مهتمة جدا بذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة، هل هنشاهد حاجة في خلال الفترة القادمة على شواطئ الإسكندرية؟ احنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان احنا قدرنا نوفر لهم اول شاطئ لذوي الاحتياجات الخاصة، ملوك الكراسي المتحركة، وبعد كده عملنا شاطئ للمكفوفين. اكتشفنا ان هؤلاء الابطال يعني ملهمين. يعني ايه ملهمين؟ يعني رغم المشكلة اللي عنده الا انه قدر ان هو يعني يوصل ويحقق انتصار كبير ومركز متقدم. احنا مع بعض الكباتن اللي موجودين معانا في الحفل قدرنا ان احنا نجمع الابطال دول ويتعمل لهم يوم رياضي قوي جدا ضمن مهرجان الرياضه للجميع على شاطئ اسحاق حلمي، وده اللي بنطمع ان هو يبقى كل سنه ان شاء الله. بنجمع كل ابطالنا من ذوي الاحتياجات الخاصه لمختلف الالعاب والرياضات، وبيمارسوا بيمارسوا المنافسات الرياضيه على الشواطئ، وان شاء الله السنه الجايه هنتوسع في هذا الامر يعني. ان شاء الله. شكرا لحضرتك سياده اللواء، شرفنا بحضرتك. شكرا يا حسين. شكرا.